بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين بحلل المعاني عرائس الأبيات، وعقد قران الفكر على القريحة فأنجب منها خير بنات، وأظهر موكب البلاغة على مواكب العلوم فقاموا إليها فرادى وجماعات، وأوكل إلى الفطنة التي يقتدر بها على استنباط العلم بحدة الطبع صياغة الجمل وتزويج الكلمات، فسبكت من البديع قطعة فنية أدبية تجمع شوارد اللغة ونوادر التركيب. وبعد، يا قلم سجل أحاسيس الحروف، يا قلم سجل أحاسيس الحروف، زوج الألفاظ أبكار المعاني. يا قلم سجل أحاسيس الحروف، زوج الألفاظ أبكار المعاني. والقريحة زوجها فكر يطوف حول كعبة حسن فاقت في المباني. والقريحة زوجها فكر يطوف حول كعبة شعر فاقت في المباني. يوم أهل الذوق جاءوني صفوف تسكر الأذهان منهم سكر ثاني. يوم أهل الذوق جاءوني صفوف، يوم أهل الذوق جاءوني صفوف تسكر الأذهان منهم سكر ثاني. ما هو سكر الخمر من كرم القطوف من حمية كركف وسط الدناني. سكر آخر ما يعرف بالوصوف، يعرف خريت فاهم للبيان، يطرب الذواق لفكره يشوف حين تجلى بكر أسرار المثاني. في بحور الشعر غصنا دون خوف، والمديد العزم وافر بالأماني. في بحور الشعر غصنا دون خوف، والمديد العزم وافر بالأماني. والطويل الباح ما يخشى الصروف، الصعب عنده بسيط سهل داني. هذه بحور الآن تتوالى في صورة التورية. والطويل الباح ما يخشى الصروف، الصعب عنده بسيط سهل داني. بالرمل كامل مديحي في الهنوف، والهزج فيها أبا فرقة لساني. مقتضب قولي من الفكر الشغوف، في هوى عذراء من حور الجنان. نكشة الحنة على تلك الكفوف تسلب التركيز من شهم الجنان. مقتضب قولي من الفكر الشغوف، في هوى عذراء من حور الجنان. نكشة الحنة على تلك الكفوف تسلب التركيز من شهم الجنان. الرد شمس حسن، شمس حسن ما يغيبها كسوف تأثير الليث المدرب بالبناني. الرداح الخود من شم الأنوف، الرداح الخود من شم الأنوف. نسل من دانوا لهم قاصي وداني، لحظها سهم رماني بالحتوف جيدها إبريك فيها الشرب هاني. صدرها بستان فاكهته صنوف، خصرها منحول من ردف أناني. ينسلخ من ليل جمتها الغدوف صبح طلعتها على ذا المهرجاني. ينسلخ من ليل جمتها الغدوف صبح طلعتها على ذا المهرجاني. يدها تشفي المجرح بالسيوف، أحيت الميت الذي قد كان فاني. لغتي يا سر يستدعي الوقوف، بل ويسترعي له سمع الزمان. لغتي محلاكي في ضرب الدفوف، في أناشيدي وفي لحن الأغاني. بنت يعرب سر قرآن الرؤوف، إنما الألفاظ للمعنى أواني. لغتي خبوك في وسط الرفوف، لغتي خبوك في وسط الرفوف. قصة تحكى على سمع الغواني، ما شعر بك غير شاعر له رشوف للمعاني حينما أمسى يعاني. كم وكم تبكين من ظلم العسوف، كم وكم تشكين من حاسد وشاني. هدموا مبناك حطموا مبناك في هد السقوف، شوهوا حسنك بأحمر لون قاني. بدلوا عشقك بعجمة كالخروف،
صدرت بالبحر من عبر المواني. كم وكم تشكين من ظلم العسوف، كم وكم تبكين من حاسد وشاني، بدلوا عشقك بعجمة كالخروف، صدرت بالبحر من عبر المواني. من بنات الغرب صكا والكشوف، كلها عشاق من غافل وجاني. المحافل والنوادي والضيوف يعشقون النطق باللفظ الفلاني، لغة الإعجاز في أقصى الظروف، في مهب الريح في دار ابن هاني. صح لسانك يا عبد الرحمن. زين انك ما طولت الخطبة هالمرة. صح الحمد لله قصرنا مراعاة. الرأي للجنة. هلا يا عبد الرحمن. هلا طبعا أنا والله جد فرحان بحضورك، وأنا أسعد خاصة أنك الشاعر اليمني الوحيد الآن موجود بيننا. الله مشكور مشكور مشكور. خير ما يمثل، نقول لك خير من يمثلها بالنيابة عن حمد السعيد. عبد الرحمن، أنت تتكلم طبعا بلغة جميلة، وأنت من أسرة أدبية، وهذا مو غريب عليك. يا قلم سجل أحاسيس الحروف، أعطيت الحروف حياة أنها تسجل. بعدين تكلمت بلغة غزلية عن حسن، نكتشف أنه هذه المحاسن هي محاسن اللغة اللي أنت تحبها وتدافع عنها. أحب أشير أن اللغة العربية تغزلت في كل شيء، فمن سيتغزل فيها اليوم بأدواتها ومفرداتها؟ لما صنعنا شيء ولم نأتي بجديد. طيب ماذا تقول في شاطئ الراحة؟ شاطئ الراحة يعني كما قال ذاك أنا هو السباحة وأحب القراءة، ذات يوم قصدنا شاطئ الاستراحة. طيب عبد الرحمن، أنت الآن تتكلم دفاعا عن لغة الإعجاز، وأنت تكتب طبعا واضح أن القصيدة فصيحة، يعني قصيدتك هذه اليوم هي قصيدة فصيحة. ما رأيك بالشعر الشعبي؟ لأنه لو لم نكون فصيحين ما كنا عرب. نعم. فالعروبة لم تحسب لنا إلا بالفصاحة أصلا، فهي متضمنة بالمبنى والمعنى. عموما أنا أقول لك أنه ما شاء الله عليك، أنت يعني ينطبق عليك أنه أحيانا الشاعر يفرض سلطته بسلاطته، ولغتك جميلة وراقية، والله يوفقك. اترك المجال لإخواني. مشكور يا سيدي. حياك يا عبد الرحمن. حياك يا سيدي، حياك. حقيقة نموذج جميل ومشرف في الشعر الشعبي، وتمتلك لغة جميلة ومفردات، وعندك مخزون ثقافي رائع. أنا أستغرب بس أن الدراسات الإسلامية وقصيدتك كلها أغاني ودفوف وعشق وغواني، فكان نعم، لأن العرب هم أهل ذوق أصلا، واللغة العربية هي الأغاني وهي الذوق وهي كل شيء، فإن خلت وبقيت جلفاء غليظة خشنة فماذا بقي لغيرها؟ فماذا بقي لها وماذا بقي في غيرها؟ ينفع المحامي ساتر. هذا لو بتركك أنت عبد الرحمن تتكلم إلى الصبح ممكن تتكلم، لكن أنا كنت النقطة الجوهرية اللي بركز عليها إني أقول طالما أنك يعني دراسات إسلامية، فكان نستفيد من هذه الدراسات بتوظيفها في الشعر الشعبي، لأنه هو رسالة ثقافية سامية يجب إيصالها. فأنا أقول يعني لو خلت من الدفوف والأغاني والغواني والعشق استقبل النبي بالدفوف والأغاني عندما جاء إلى المدينة المنورة، فبدأ الشعر العرب ما في مجال أستاذ تركي، ما في مجال. الماضي والحاضر. اللهم صل وسلم على رسول الله ويفكنا من شرك. دكتور غسان، وعدنا يا الأهدل وكأن شيئا لم يتغير. القصيدة طبعا أطمئنك أنها جميلة وتعجب أي شخص يقرأها ويسمعها. الإشادة الأولى طبعا هي واضحة بسلاطة اللسان وسعة المفردات والقاموس اللغوي، وقد وضح ذلك في استخدامات اللغة الفصحى في هذه القصيدة. اللغة الفصحى أخذت دور، طبعا هي أحيانا تعيب النص الشعبي أن يكون فيه بعض الكلمات اللغة الفصحى، ولكن استطاع الشاعر أن يوظف هذه الكلمات توظيفا جيدا،
فبدأ أمامنا بناء القصيدة في حلة جديدة يمكن أن نسميها بالشعر الأهدلي. مشكور سيدي، مشكور. أفتخر بهذه التسمية منك وأعتبره حقدا أعلقه على جيد اللغة العربية. طبعا الشاعر استعرض معلوماته في العروض العربي في أوزان الشعر العربي، فذكر منها أكثر من 6 أبحر، وقد استخدم هذه الأسماء في تورية جميلة ليجعل لكل كلمة منها معنيين، معنى ظاهر ومعنى باطن، وهذا قلما يظهر في قصائد الشعر النبطي، وهذه كذلك تحسب للشاعر. الشيء الآخر أنه في الصور التي استخدمها الشاعر على الرغم من قدرته اللغوية إلا أنه قلما استطاع الخروج من الصورة التقليدية المعروفة من قبله، وكنت أتمنى عليه لو أنه بهذه اللغة وهذه الإمكانيات يستطيع أن يصل بتصوره وأخيلته إلى صور جديدة مستحدثة، خاصة وأن الموضوع الذي تركه هو موضوع مستحدث وجميل، والكتابة فيه قد تستدعي كثير من الصور. عندي ملاحظة على كلمة الرداح الخود. كلمة الرداح مفرد والخود جمع، نعم. ولا يجوز وصف المفرد بالجمع. وشكرا. أنا ما أبغي منك جواب. ذكر الإمام الحريري في مقاماته أن الخود هي المرأة الشابة الناعمة. الخود تلك. ذكر الإمام الحريري في مقاماته وهو حجة في اللغة العربية، توفي سنة 516 هجرية بالبصرة، أن الخود هي المرأة الشابة الناعمة والرداح طويلة الأوراق. ومشكور سيدي الدكتور، وهذه لغة ومفردات وأجبت بما عندي وما اطلعت عليه. المفرد لهذه الكلمة هي الخود، أما الخود فهي الجمع، ولم يقل الذي ذكرته هذا الكلام الذي أنت قلته مع الأسف. مشكور سيدي، مشكور. شكرا دكتور غسان، الرأي لك استاذ حمد، الله يعينك. والله ما ادري ايش اقول الحين. يا لهدل، كيف الحال؟ حياكم الله سيدي. لهدل، اذا خذيت المليون ايش تبي تسوي فيه؟ والله يا سيدي لكل حادثة حديث، ويبعثني عليه هاجس حثيث بعدين في ذلك الوقت. أنا بسألك عن كلمة خريت، شنو خريت؟ الخريت في اللغة العربية العارف بمفترقات الطرق ومتشعباتها ومنحدراتها. كانت العرب تتخذه ليدلهم على المنعطفات والمنحدرات ومتشعبات الطرق. تقول العرب إذا قال الشاعر بكلمة ولم يدري معناها فاضربه بكف حتى يلتف. بصراحة والله ما ادري استاذ سلطان بس شو بتقول؟ عبد الرحمن لحظة، عبد الرحمن، أنا بقول لك خير من يمثل الجمهورية اليمنية فعلا. شكرا استاذ حمد، شكرا استاذ سلطان. رادار شو اقول عنه؟ الحين هو الرادار مو انا. اللي عجبني أنا في القصيدة أن وظف الشعر النبطي، طبعا هي فيها كثير من الألفاظ الفصيحة، وظف الشعر النبطي أو قصيدته هذه لنصرة القضية هي اللغة العربية والمحافظة عليها. توظيف الكثير من الصور كان في محله، يعني أهنيك على هالقصيدة، لكن أبغيك تقول لي أو شو تقول في الكرسي الأحمر هذا اللي ياسين عليه الشعر الحين. والله يا سيدي الكريم هو في الحقيقة الأحمر لون الخطر، ولكن في اللغة العربية يقال فلان صاحب مقام خطير، يعني رفيقه كبير، والناس صارت توظفه خطير، أمر شديد يعني. وهذا إذا الجلوس عليه يدل على مقام خطير، يعني مقام كبير. وحاشا من جلس على هذا الكرسي وتربع أن يعود خائبا من هذا المربع. أتمنى لك التوفيق. شكرا استاذ السلطان، وشكرا لجنة التحكيم. تقدر تفضل عبد الرحمن، صح لسانك. تحية لعبد الرحمن اللهجة. استاذ حمد يبدو
يبدو شفرت بالفصحى أنا من بعد عبد الرحمن الأهدل. أستاذ حمد، يعني كثير من المتسابقين اللي خرجوا من المسابقة في الحلقات الماضية يعني حزت في خاطرهم وتموا حزينين، يعني كثير منهم أبدأ استياء من الخروج وكان يمنون نفس إنه في تعويض، لكن هم نسوا إن المهرجان كبير وفي ما زال أمامهم الكثير من المهرجانات والأمسيات والمسابقات توضحها للجمهور وتوضحها للجميع. تقصد اللي ما فازوا يعني في المراحل الجاية؟ بالعكس أنا أعتقد أنه ما في شاعر وصل لهالمرحلة خسران، يعني إن شاء الله الكل رابح. وجوده معانا في هالجماهير هذه اللي أنا أحسدهم عليها في جلوسهم على هالكرسي أمانة، يعني أنا أتمنى أني أكون أحد 48 كذا. والله أني كنت أتمنى. المكسب الحقيقي هو مثل ما قلت لك، يعني المشاركة مع أخوان الشعراء. غير ذلك مسابقات كثيرة، المهرجانات الشعرية قادمة إن شاء الله، مجلة شاعر المليون يعني أعتقد راح تكون خير داعم لكل هؤلاء 48 إن شاء الله. شكرا أستاذ حمد. والآن ننتقل مع ناصر وعبد الرحمن الأهدل. عبد الرحمن الأهدل وصل معانا في مجلس الشعراء وتصفيق حار، كان من طبعا الشعراء الموجودين هنا. عبد الرحمن، أنا ما بسألك سؤال، ولكن جمهور شاعر المليون صفر لك تصفيق حاد، شو حاب تقول له؟ أقول قد قال بوزين يا حيب من قد حضر، شرفتمونا جميعا يا جميع الحضور. تعداد ما شن ماطر بالعوافي مطر، أو صاح بلبل يماني وسط سرب الطيور. لا سلام. أخبار من بو ظبي ومن جزيرة قطر، وأخبار من واحة الخضراء وشاطئ السرور. يا سلام عليك. إذا هل تتوقع أن اليوم راح تصعد ضمن الاثنين المؤهلين من لجنة التحكيم؟ الكل أثنى عليك وما شاء الله عليك سليط اللسان، ما حد يقدر عليك، لا مذيع ولا أيضا ضيوف الموجودين عليه، شو تقولهم؟ والله يا سيدي الكريم، يعني لازلت آمل أن جماهيري جمهور ملم بالألفاظ والمعاني والمصطلحات والمباني، ولهذا الجمهور عمره ما جفاني أبدا. أتمنى لك التوفيق مثل ما قلت، ما شاء الله لجنة التحكيم ما قدرت عليك. إذا ننتظر النتيجة من جمهور مسرح شاعر المليون لعبد الرحمن الأهدل. شكرا يا ناصر. طبعا الآن الطير اليماني صوتوا له، ابدوا التصويت. خفوا حماسكم شوي جمهور، خفوا حماسكم. النتيجة جاهزة 90%. تستاهل عبد الرحمن، تستاهل. نتمنى لك كل التوفيق وجميع متسابقين اليوم. روضة؟ أكيد هذا التصويت مرة ثانية غير محسوب، لكن بس يشوف ردة فعل الجمهور على أشعار شعرائنا في الحلقة. أكيد ضيفنا العزيز فالح العجلان، أكيد لازم نتوقف مع أحد روائعك الشعرية.